السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناة رسمة وطبخة. اليوم غنشارك معكم طاجين على شكل بيضة كيتحضر ب10 دقائق فقط بلمساتي الخاصة. طبعا الشرمولة ديالي اللي معتمدة عندي كنحضر بها جميع انواع الحوت، كتجي بنينة وكتعطي مذاق مزيون للحوت. فخليكم معايا نشوفوا الطريقة بالتفصيل، ويلا نبداو على بركة الله. وقبل كل شيء كيف العادة، إذا عجبكم المحتوى خليوا لي واحد تعليق مزيون بحالكم ودعموني بالاشتراك في القناة، ويلا نبداو على بركة الله. باش نحضر هاد الطاجين، اول حاجه كنبدا بالشرموله ديالي. في واحد الهشوار كنعمل الربيع 3 فصوص الثوم يكونوا كبارين، وعندي نص كاس ديال الصوص ديال المطيشه اولا 3 ديال المطيشات. يختار المطيشه تكون حمراء حيت بزاف مكتجيش حامضه، ونسلفلها شويه يطحنوا مع داك الربيع والثوم. المهم انا كنت عندي لاصوص كنت واجده عندي في النبيره. بالنسبه للعطريه كنعمل العطريه كامله، الابزار، سكنجبير، الخرقوم، الكمون، التحميره. زيدوا شويه الهريسه اللي كتعجبو الهريسه، انا ما كتعجبنيش ما كنعملهاش، والملح طبعا على حسب الذوق. الزيت البلديه، نص كاس ديال الزيت البلديه. الزيت البلديه هي اللي كتعطي نكهه مزيانه في هاد الشرموله. كنحرك هذيك الشرموله مزيان باش ينسجم داك العناصر. عندي هنايا الروبان اللي هو اللانغوس، عندي 4 ديال اللانغوس. غنعمل هذيك الشرموله في المقله حتى كتسخن شويش. ساعه كنزل فيها هذيك اللانغوس حتى كيتحمر مزيان بجوج بيهم. هاي كنبقى نديه ونجيبوه في المقله. انا مليح كنت نسيت، يلا تفكرت دابا. كنخليه حتى يتشحر مزيان ويرجع اللون ديالو ذهبي. هذيك الساعه نزولو. كنخلي هذاك اللانكوس ديالي او الروغان 4 دقائق حتى كيدخل فيه شويه الطياب، عاد كنزولو. هو هذا اللانكوس هذا كيحتاج 10 دقائق ديال الطياب. الا عملتيلو 4 دقائق شحرتيه، و10 دقائق ديال الطياب باش كيطيب مزيان. انا هذا هو الوقت اللي كنعملو كيطيب لي مزيان، يعني ما كيجيش يقاصح كيبقى رطب. المهم داك 2 كيسان ديال الروز، ديال 2 اشخاص. الطاجين عفوا ديال 2 اشخاص. كنغسل هذاك الروز مزيان من داك النشا ديالو باش ما كيتعجنش، وكنرجعو في داك الشرموله اللي زويت منها الحوت. كنديه ونجيبو في الماء وصافي. كنعمل الماء سخونين. انا عملت 2 كيسان ديال الروز، عمل حتى انا كنعمل 6 كيسان ديال الماء باش كيجيني الروز طايب مزيان، حيت ما كيعجبنيش الروز قاصح. هما هنا الاسبان كيخليو الروز قاصح ما كيطيبوش مزيان، ولكن انا ما كيعجبنيش قاصح، كيعجبني الروز يكون طايب مزيان. المهم كنشد عليه هاد الغلاقه ديال الطاجين، كنشد عليه وكنخليه 10 دقائق. ايوا هذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما طاب. صراحه كيجي لذيذ بزاف. انا مدمن على هاد الوصفه. هاد الروز مع اللانغوس مدمن عليه، كيعجبني بزاف. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالي خفيف الظريف، كيتوجد في 10 دقائق فقط. انا فاش كنكون عكسانه وفي الجوع يعني شي حاجه خفيفه للعشاء، هذا هو الطاجين اللي كنعملو صراحه دائما كنعملو. صافي كيتحضر في 10 دقائق، 5 دقائق ديال التجهيزات، 10 دقائق ديال الطيب، كيكون الطاجين واجد. وفي 10 دقائق كتكون حضرتي طويجين لذيذ، والالوان ديالو كتفتح الشهيه صراحه. العين كتاكل قبل الفم. وفي النهاية كل حكاية يبقى للجمال أثر وللمذاق ذكرى. بعض الأطباق لا تحضر فقط، بل تبدأ بحب وتؤكل بذوق. إلى اللقاء مع حكاية جديدة ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.